ذكرت صحيفة إيبوتش تايمز في 11 من يوليو أن وزارة الخارجية الأمريكية ستعقد أول اجتماع وزاري للحريات الدينية الدولية في 25 و26 من يوليو، والذي سيترأسه وزير الخارجية بومبيو. ومن المفهوم أن الاجتماع يتضمن موضوعات مثل حقوق الإنسان والحريات الدينية ومكافحة الإرهاب. هذا وأعلنت الولايات المتحدة انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 19 من يونيو الماضي، مشيرة إلى أنها لن تتواطأ مع القوى السياسية الأخرى التي تنتهك حقوق الإنسان. وهذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها الولايات المتحدة مبادرات مهمة في مجال حقوق الإنسان في مختلف البلدان. في منطقة شينجانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية المحتلة من قبل الصين، اشتكى الكثير من المسنين من اعتقال الحكومة الصينية لهم وإلقائهم داخل المعسكرات التي يطلق عليها مراكز التأهيل والتعليم الثقافي. وقد سجنت المسنة محبوبة أبلة بسبب ذهاب ابنتيها للدراسة في أستراليا. وقد أثارت الفتاتان احتجاجات عديدة وقالتا إنهما موجودان في الخارج بسبب الدراسة، وقد قاموا بالسفر للدراسة بشكل رسمي وبموافقة الحكومة، وتعتبرهم الحكومة الآن مذنبتين، بحيث لا يجرؤون على العودة إلى الصين ولا حتى الاتصال بأقاربهم، لأن الحكومة تراقب جميع الاتصالات. وفي نفس الوقت ناشدوا المنظمات الدولية لحقوق الإنسان إنقاذ الإيغور المضطهدين في تركستان الشرقية. أفادت وكالة الأنباء الإماراتية رسميا أن الإمارات العربية المتحدة والصين قررتا إقامة شراكة استراتيجية شاملة في 8 مجالات عسكرية وسياسية واقتصادية وتعليمية. وأعلن في 20 من يوليو أن البلدين سيعملان معا لتعزيز الطاقة المتجددة. في 22 من يوليو عقدت الدورة العاشرة لجمعية الأخوة العالمية لتركستان الشرقية في مدينة اسطنبول، وقد حضر علماء من جميع مناطق تركستان الشرقية وعدد من الشخصيات الدينية وقادة الجمعيات المختلفة وعدد من المواطنين الشعبيين والإيغور الذين انتقلوا إلى العالم من الاضطهاد. تواصل قوات الحكومة اليمنية الاشتباكات مع المسلحين الحوثيين في محافظتي صعدة وحجة، وأدت الصراعات العنيفة إلى خسائر بشرية ومالية هائلة. وأعلنت قوات التحالف العربي التي تقاتل في اليمن عن مقتل 119 من المسلحين الحوثيين في اليومين الماضيين، وتم اعتقال 17 شخصا من الحوثيين في محافظتي صعدة وحجة. قال نائب مدير مكتب التعاون الفني العسكري الروسي إن روسيا ستزود أرمينيا بقرض دفاعي جديد بقيمة 200 مليون دولار في عام 2018. وصرح وزير الدفاع الأرميني بأن أرمينيا تعتزم شراء أسلحة استراتيجية بموجب إطار قرض الدفاع الجديد.